هديتوا من بعد ماتش المصري ولا لسه متنرفزين وبتهروا في هري ملوش لازمه؟ الكوره جون ولا مش جون؟ انا بقى كزملكاوي هتكلم معاك بما يرضي الله. ماشي يا معلم، يلا بينا نبدا الحلقه. يا عم انت لازق لي ليه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي نكسب ثواب مع بعض. اشترك في القناه، فعل الجرس، تابع اخوك الزملكاوي اللي بيكلمك بما يرضي الله. جمهور الزمالك بعد ماتش المصري طلع وقال كلام انا شايفه ان فيه جزء صح وجزء تاني غلط جدا، والغلط ده يكمن فينا احنا كجمهور الزمالك. يا رجاله، انا من ساعه ما بدات القناه وانا عمال اقول لكم ما تسلموش للاعيبه الزمالك الشماعات في ايديهم، وده اللي بيحصل. ادينا شفنا ماتش المصري، الكوره جون احسبها لك جون، يعني هي المفروض جون واتظلمنا فيها، بس انا كزملكاوي بكلمك بما يرضي الله. لعيبه الزمالك فين في الماتش طول الماتش؟ يعني انا شايف في الماتش ده كله الزمالك ما لعبش الا اخر 5 دقائق في الماتش لما كنا مغلوبين 2-0. طيب مصطفى بيه شلبي كتب بوست كده جميل، قال لك طب مش كنت تقولوا لنا؟ كنا عايدنا احسن. طب حضرتك عملت ايه في الماتش يا عم مصطفى يا شلبي؟ عم مصطفى يا شلبي، انت لعبت اسوأ ماتش في تاريخك في نادي الزمالك. في ماتش المصري ده انت لعبتش كوره خالص يا راجل، ده انت كنت بتفسد هجمات نادي الزمالك. انت كل الكوره ما تجيلك قدام تطلع وترقص، والمفروض تبقى انت والجون تقوم راجع تاني مرجعها ورا. فين يا مصطفى شلبي انت اصلا فين طول الماتش؟ زيزو، انت طلعت زعلان وعمال تقول حسبي الله ونعم الوكيل والكره عدت وتمام التمام. طيب انت فين برضه جوه الماتش؟ الزمالك اصلا كان فين جوه الماتش؟ انا عايز زملكاوي عاقل يكلمني ويفهمني. هنحسب يا عم. بص، لو كرة دونجا دي اللي اتشاطت يا عم ما جاتش في ايد اللعيب، ما جاتش في ايده خالص اصلا وطلعت اوت ضربه مرمى، وسيبك من حته ضربه الجزاء والجون شيلها خالص. احنا فين في الماتش اصلا؟ المصري ده البنك الاهلي اللي ما كسبش حد الا المصري والاهلي كسبوا ماتشين، ماتش 4 وماتش 5. يعني البنك الاهلي جاب فيه 9 تجوان في ماتشين. انت يا زمالك جبت فيه جون في ماتشين وجاي تقول لي اصل الحكام؟ اتقوا الله. وهديك مثال عشان ما تقولش ان انا بعترض وخلاص وماشي بمبدا انا اعترض اذا انا موجود. بالعكس خالص. الماتش اللي فات اللي هو قبل ماتش المصري كنت بتلعب سيراميكا كليوباترا، وسيراميكا كليوباترا بالنسبه لي من الفرق المميزه، وفريق رخم وفريق عنده شخصيه. انا بعتبر ان سيراميكا كليوباترا بعد الاهلي وبيراميدز والزمالك سيراميكا كليوباترا فريق رخم قوي. انا لو كنت اتعادلت مع سيراميكا كليوباترا او اتغلبت منه والله ما كنت هزعل. ليه؟ اتفرج على الشوط الاولاني، انت عامل فيه ايه؟ انت حاطط 4 كور في العارضه ومضيع اجوان وعامل ماتش جميل. انت لعبت بس النصيب بقى. كرة عمر جابر دي ما تخش جول، لا تخش جول. كرة زيزو في العارضه بقى تخش جول. طب ايه اللي حصل؟ ايه بقى ما زعلنيش في ماتش سيراميكا كليوباترا؟ ان لعيبه نادي الزمالك كانت بتلعب بروح ورجاله وضغطوا وعملوا اللي هم عايزينه، بس ما فيش حظ. انا ما ازعلش، لكن جيت في الشوط الثاني وكسبت بقيت مبسوط. الزمالك النهارده لعب ماتش حلو جدا. اجي مع المصري اللي بيتغلب من طوب الارض يا جدعان. ده البنك الاهلي يا جدعان اول ماتش كسبه السنه دي في الدوري المصري كسبوا 4، يعني مش كسبوا مثلا واحد ودافع، لا ده كسبوا 4. ولما جه يلعبوا في الدور الثاني قام رجعوا 5. وانا زمالك الاعب المصري رايح جاي رايح جاي اتغلب ماتشين من المصري؟ يا راجل ده انا كسبت الاهلي مش عارف اكسب المصري اللي بيغير من طوب الارض. ويجي واحد زملكاوي يقول لي انت بتهد في الفريق. انا اكتر واحد ببني في الفريق. انا بعمل مع الزمالك اللي انت ما تعرفوش. انا بسيب شغلي واروح اتكلم مع مسؤولين في نادي الزمالك واقول لهم يا جدعان احنا عايزين اللعيب ده واللعيب ده. وفي زي ما قلت لكم قبل كده ناس في الجهاز الفني اصحابي واصحابي اصحابي وبيقعدوا معايا واقعد معاهم وبنتكلم، وفي اسرار انا ما ينفعش اطلعها. انا عارف الزمالك دلوقتي بيتفاوض مع مين، بس انا مش اليوتيوبر راجع اقول لك ايه مفاجاه والزمالك يتعاقد. بالعكس، انا اليوتيوبر الوحيد اللي على اليوتيوب اللي عمره ما طلعت اسرار نادي الزمالك، والاسرار ببقى عارفها. اتفرج على كل اليوتيوبرز بيقولوا لك ايه مفاجاه. ماضو ده كل 5 دقايق يقول لك مفاجاه وصفقه القرن ومش عارف مين مضى، كله في الهجايز. الهستيري نفسه كل يوم الصاروخ القادم من مش عارف منين جاي للزمالك، كله في الهجايز. انا ببقى عارف الزمالك بيمضي مع مين، ما اقدرش افتح بقي. والله ما بقدر افتح بقي، ما ينفعش، عيب. لان انا مش يوتيوبر جاي اعمل فرقعه وخلاص، لا بالعكس. انا زملكاوي اكتر من اي حد بيتفرج عليا، فبحب الزمالك، ببني في الزمالك مش بهد فيه. فلعيبه نادي الزمالك يوم ماتش المصري اكس كلها ما كانش فيهم غير محمد شحاته برضه. يعني انا اعمل ايه؟ انت شايف غير كده؟ فما تقوليش انت بتهد، لان بلاقي تعليقات وكومنتات انت بتهد الفريق. انت لابس تيشيرت الزمالك ليه؟
يا راجل ده انا لبسته رسمي في نادي الزمالك، انا كنت بلعب في الزمالك. فما ينفعش انت تيجي تقول لي انت مش زملكاوي. زملكاوي مين يا عم؟ انا مستقبلي ضاع بسبب الزمالك. فانا بحب الزمالك جدا، بموت في نادي الزمالك، بعمل اللي انت ما تعرفش تعمله نادي الزمالك والله العظيم. فبنبني، فعايزين نشجع بعقليه احترافيه اللي هي ايه؟ اعمل اللي عليك. انا ماشي بمبدأ او عندي فكره متبنيها اللي هي جمهور نادي الزمالك لازم يشجع الفريق ولعيبه الزمالك بقى تحط في اقتناعها ان كل ماتش اللي هيحكمه محمود الخطيب. في احسن من كده؟ في احسن من كده كوسه؟ كل ماتش هيحكمه محمود الخطيب، بس انا العب 11 راجل، اضغط على الفريق اللي قصادي، اجيب جون ويلغيه واجيب التاني. بص اموت نفسي. انت شفت ان زيزو كان ضايع في ماتش مصر؟ يا راجل دي كوره يمثل فيها عشان ضربه جزاء؟ يا راجل ده انا زملكاوي وكنت عايز اديله انذارين مش انذار واحد. يا راجل عيب. هو كهربا في الماتش اللي بعديها بهدل الدنيا وعمل ازرط منها، بس عيب. متيابه، متيابه حرام عليك. انت النهارده لو اتفرجت على ماتش ايطاليا واسبانيا هتلاقي مدافع ايطاليا حط الكوره اللي انت كمهاجم ضيعتها حطها في نفسه. فما تجيش تقول لي ان انا بهد في الزمالك. لا، في لعيبه ما ينفعش تلعب في الزمالك. في لعيبه ما ينفعش تلعب في الزمالك، وفي لعيبه عارفه ان هي عاليه على فرقه الزمالك وتدور على عقود. بس انا ما بحبش اجيب سيره. فربنا يهدينا كزملكاويه، نشجع صح. لما يكون الزمالك حلو ويتظلم نقف معاه، لكن وحش وحش واتظلم هقف معاك ليه؟ ما انت وحش اصلا، انت اللي اديتهم فرصه. يا عم ما تضيع ضربه الجزاء، هات التاني، هات التالت، اعمل. انت اخر 5 دقايق لعبت ضيعت جون ماتشيابا وحطيت جون اوباما 5 دقايق، ما بالك لو كنت لعبت 90 دقيقه؟ دي فرقه فاضيه، المصري ده فرقه فاضيه. بس انت عملت لها كيان تتغلب منها رايح جاي. دي تهيألي ما حصلتش في التاريخ دي ان تغلب من مصر رايح جاي. الله يكون في عوننا. جمهور نادي الزمالك نشجع صح. الفرقه لما تكون واقفه على رجليها وحتى تتغلب نساندها، بس عملت اللي عليها. لما تكون واقعه وتتغلب مش هنمسكها شماعات. ولا مصطفى شلبي بيكتب لي كنا عايدنا يا عم اجري بقى، انت كنت فين في الماتش اصلا؟ يا راجل ده احنا كنا بنلعب 9 وهم المصري بيلعب 12 بيك، انت كنت ضايع. فما تمثلش عليه. مش انا اللي هاكل معاك الكلام ده يا عم مصطفى شلبي. الكلام ده تعمله مع جماهير تانية بتحب اللقطه ما بحبش انا اللقطات، انا بحب الاجوان والفوز والبطولات. فالفرقه دي لازم تتغير كلها، لازم تتغير، او على الاقل تتغير عقليتها لغايه ما ربنا يفرج، لان الموضوع صعب جدا في نادي الزمالك. خلاص يا رجاله، نشترك في القناه ونفعل الجرس واتبع اخوك، لان اخوك والله بيقول لك السليمه. السلام عليكم.